إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. سلام المسيح مع الجميع. فيديو النهاردة هنرد على سؤال بيدعي المشككين ان هو اصعب سؤال عن الثالوث، ويقول لك انه 1+1+1 المفروض يساوي 3 مش يساوي 1. فالآب زائد الابن زائد الروح القدس المفروض يساوي 3 آلهة مش إله واحد. السؤال ده بيتكرر كتير جدا من شيوخ وفي المنتديات وفي القنوات وفي كل حتة، فهنفصص السؤال ده النهاردة ونبين المغالطات المنطقية اللي فيه. قبل ما نبدأ متنساش تدعمنا بلايك وتعمل شير للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتب لنا رأيك في التعليقات وقول لنا عايز نتكلم في الفيديوهات القادمة من حيث المحتوى. نبدأ مباشرة. في 3 مشاكل في السؤال ده. أولا، افتراض إن الله يشبه الأرقام، وده افتراض مسبق غير مبرر. الله لا يشبه الأرقام. 2، افتراض أن الله يشبه الرقم 1 عشان يقول 1+1+1، في حين أن الله لا يشبه الرقم 1. 3، افتراض أن الذات الإلهية تشبه عملية الجمع الحسابية. يعني هو حط لك افتراض على أساسه بيدينك بيسألك 1+1+1. يا عم مين قالك أن الله بيشبه الأرقام ولا بيشبه الرقم 1 ولا هو أصلا عملية جمع حسابية؟ ده أنت كده بتحقر من الذات الإلهية وبتقول أن الله محدود في الأرقام. الله منزه عن العدد. الله في المسيحية منزه عن العدد. فتيجي انت بعد كده تقول لا انتوا اللي بتهينوا الله. لا، انت اللي بتهين الله لما بتقارنه بالاعداد الحسابية. لكن لما بيفترض ان طبيعة الله ثالوث، انه عملية جمع حسابية 1+1+1 يساوي 3، هو ليه عمل كده؟ لانه عايز يوهمك انه وكأنه الاقانيم الثلاثة في الثالوث ما هي الا افراد. عايز يقولك ان هم افراد، فالمفروض يبقوا 3 افراد. فبرضو دي مغالطة هم بيقعوا فيها. لكن لو هنمشي بالعمليات الحسابية، طيب ما ممكن نقول ما لا نهاية زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية يساوي ما لا نهاية. الآب غير محدود والابن غير محدود والروح القدس غير محدود يساوي إله واحد غير محدود. ده مثل من الرياضيات بيثبت الثالوث. فليه ما بيقولش المشكك الفكرة دي، أو يقول إنها عملية ضرب وليست جمع، 1+1+1 بيساوي 1. لكن طبعا المشكك مش هيعمل كده، هو بس هيرمي لك الشبهة 1+1+1 يساوي 3، يبقى انتوا كده بتعبدوا 3 آلهة ويجري. بس ده اللي هيعمله. لكن زي ما شفتوا السؤال فيه مغالطات وفيه أخطاء وفيه تحقير للذات الإلهية. بالإضافة إن احنا حتى لو مشينا بموضوع العمليات الحسابية، فالثالوث أيضا مثبت بالمنطق الرياضي بالمنطق الحسابي. فهل المشكك بيعرف الكلام ده أو بيتطرق ليه؟ أتمنى يكون المشكك صادق مع نفسه لما بيجي ينتقد الإيمان المسيحي. احنا ما عندناش مشكلة انت تنتقد عقيدة الثالوث، لكن انتقدها بفهم وبمعرفة، ما تنتقدهاش بجهل. لأنه انت لما بتقول فكرة العملية الجمع الحسابي 1+1+1، انت كده بتثبت ضحالة الفكر اللي انتوا عايشين فيه. انتوا مش قادرين حتى تفهموا أبسط المعلومات عن طبيعة الله. في النهاية عزيزي المشاهد، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عشان المحتوى يوصل للكل والجميع يستفيد. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونلقاكم على خير في فيديوهات قادمة، وسلام رب يكون مع جميعكم.